السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد حبيباتي. مرحبا بكم. فيديو تاع اليوم فيه دبارة او دبارتين خفاف ظرف ملاح سهلين. ويجوا بنان. الفايدة انهم يجوا بنان. انا دائما في طيابي وفي كوزينتي نركز على البنة اكثر حاجة. خياتي اليوم دبارة تاع اليوم مش عندي راح ندير حريرة تلمسانية. من أروع وألذ الحريرات اللي كليتهم. يعني بنينة تعجبني بزاف. وديجا درتها معكم في القناة وراح نعاودها في الشهر الكريم. بدلنا شوية، خرجنا درت شوربة فريك، درت شوربة بالخضار بالفرميسال. وهذه الشوربة النوع الثالث. أنا عندي هذو 3 أنواع ندور ما بيناتهم في رمضان. أكثر حاجة ندير شوربة فريك، وكي نملو منها هكا نعاود ندير وحدة فيهم يا حريرة يا شوربة فيرميسال. هذه هي. وش عندي في الشوربه نتاعي او عفوا في الحريره نتاعي؟ عندي راح ندير قدره صغيره. عندي نص حبه بصل كبيره، راح ندير نص حبه برك. وعندي حبيبه تاع طوماطيش متوسطه في الحجم. عندي هكا ربع صدر من الدجاج فقط. وعندي طريفات لحم مخروف هكا 2 طروف فقط على جال البنه فقط. نحتاج البنه نتاعو في الحريره نتاعي. هذا مكان. واللي عنده الخير وعلاش لا يدير ما اكثر من هكا. هنا وش عندي قبيطة تاع قزبر مع عفوا الكرافس. ساعة ويروحوا لله غالب. والحريرة التلمسانية انا شفتها تركب بزاف على الزرودية الجزر. يعني نديرو كونتيتي تاع الجزر اكثر من المكونات الاخرى كامل. وش عندي 3 حبات تاع زرودية. عندي 2 سنينات صغار تاع ثوم. وعندي حبيبة تاع بطاطا. يعني كيما راكم تشوفوا فيها حبيبة صغيرة فقط. هذا مكان. ما نديروا لها لا كورجات لا قرعة لا حتى مكون واحد اخر من الخضار. فقط البطاطا، حبيبه صغيره فقط البطاطا. وعندي هنا الحميصه هذه طايبه زياده شويه. يعني ماشي الحميصه اللي نصب بها الشوربه، ولا هذه حميصه شغل طابت حتى طابت بزاف. خليتها هكا نستعملها في الحريره. هما يديروا فيها الحميصه ويرحيوها معاها. ربطت هذيك القبيطة تاع القزبر والكرافس مع بعضهم باش ما تتحرحرليش في الصوص نتاعي. ودرت كيما راكم تشوفوا. ودرت الزيت هو الاول وخليتها تتقلى شويه. وش عندي؟ المكون الاساسي والاهم في الحريره وهو الكرويه. الكرويه الا ما عندكش الكرويه ما ديريش الحريره. هذه هي هكا هما يقولوا. انا راني ندير كيما درت كيما موالفه نديرها وتجيني ناجحه 100%. هنا وش عندي التدويره. ولا عندي في الاخير اللي العقده اللي يديروها لها. وش يديروا مغرفه تاع الفارينه ويحلوها في شويه تاع الماء بارد عادي، وتعصري عليها عصره تاع القارص والا قطرات من الخل وتخليها تتخمر. وكاين اللي يديروا غير ماء وفارينه وحدها برك. لكن هي الحريره الاساس نتاعها انها تجي حامضه. فيها بنه الحموضيه. فهمتوني؟ فعلى هذيك لازم قطرات من الخل او قطرات فقط. ماشي زعما نقول لكم قطرات وحد ديري غرفه، ولا يا ربي 2 قطرات هكاك تاع الخل، ولا 3 قطرات تاع القارص فقط مع هذيك الاخرى. وخليها 3 سوايع عليله كومبلي في الفريجيدير. هذيك الفرينه ما تقلقش. ما علينا. هنا وش عندي؟ هنا ديك القبيطه قاعده تقلق فيا. فكل ما نجي نحرك ولا نحيها ومن بعد نعاود نردها بيان سور كي تغلي القدره راح تطلق ل... الرائحه والنكهه نتاعها هذيك القطه تاع القصفه. واش عندي المكونات؟ لي زيبيس اللي نديروهم في الحريره. عندي راس الحانوت، وعندي الزنجبيل، وعندي فلفل الكحل، وعندي شويه فقط تاع الفلفل الاحمر ماشي بزاف. الا حبيتي تجي رايحه الحموريه معليش. الا حبيتي اللون تاعها اصفر تقدري تستغني على الفلفل الاحمر. انا درت الفلفل الاحمر. وعندي الكركم والملح والمغرفه اللي نعمروها مليح من كاع لي زيبيس هي الكرويه. اديني مغرفه عفوا تاع الكرويه. هي لازم تجي مدوزيه بزاف بلي زيبيس. فانا هنا درت كيما راكم تشوفوا نص مغرفه مملوءه من الكرويه. ما حبيتش نكبس باسكو القدره نتاعي راهي صغيره. يعني لو كان ندير هكا مغرفه كبيره فيعني كل عينكم ميزانك على حسب القدره اللي عندك. وندير الملح. ولا عندك قطعه تاع جامبو من الاحسن ديري لها قطعه جامبو تاع الدجاج. راح يزيد يعطيها بنه وطعم مليح. هنا وش عندي مغرفة مملوءة جيدا من الطماطم. هذه بعد ما تقلت لي الدجاج واللحم والخضرة نتاعي شوية دخلهم شوية. ديك البصل بدات تدبال. هنا نبدا نزيد في لي زيبيس
والماء سخون راهو يغلي او راهو يسخن في الجهه هذه كما راكم تشوفوا فيه. ونزيد ندير الطوماطيش نتاعي ونقليها شويه في القدره كيما كوش راهو واضح. الفايدة انكم تقليو خلوها تتقلى تعسل شوية مع بعضها هذيك المكونات وهذوك لي زيبيس ينكهوا القدرة نتاعنا. بعد ذلك هنا راح ندير راح نرجع القبيطة هذيك تاع القزبر مسكينة قاعدة طريحة جاية بصح الله غالب القدرة نتاعي صغيرة بزاف. نقصلها ابتي فو كما راكم تشوفوا ونخليوها هنا. بعد رجعت للمرحله الثانيه بعد كانت تقلات لي مليح. يعني دات حقها في التقليه كما راكم تشوفوا حتى من القبيطه هذيك تاع القزبر ما نحيتهاش لقيتها ادبالت. واش راح ندير مدي هذيك كسرونه حمراء توجور راكم تعرفوا كتشوفوا البطاطا سيك واش معناتها راني ندير في البطاطا تاع البوراك عادي. هنا الماء تاعي كان يغلي ديما نمرقوا بالماء سخون. نصيحتي ليكم في الطياب مرقوا بالماء سخون الماء سخون ثم الماء سخون ورجعوا لي بالخبر طيابكم راح يجي بنين ولا اروع. مرقت هنا عطيتها حقها ولا كفايتها من الماء ونحركها شويه ونحطها على نار هادئه ونخليها تطيب براحتها كما راكم تشوفوا معايا. آه، كي تعطي القدرة حقها من الطياب وحقها من التقلية وكفايتها من الماء ضربة واحدة ما تقعديش اشاك فوا تزيدي في الماء. هذاك راح يعطيك البنة في الماكلة نتاعك. هنا حبيباتي بعد ما طابت لي نحيت القبيطة هذيك تاع القزبر هذيك عصرتها من الماء ولا الجو اللي كان فيها وبيان سور نحيتها. وهنا واش درت رحيتها ميكسيتها بعد ما طابت ميكسيت كلش نحيت غير حتى نحيت الطرف تاع الدجاج وهذوك الطرفات تاع اللحم هذا مكان اللي نحيتهم. تحبوا تميكسيو الدجاج تميكسيو تحبوا تفتوه كيما ندير انا نخليه مفتت كيما هكا نفتتو فقط بيدي. هنا كان سخون حرقني ما طقتش نكمل فرحت عاود فتته في طبيسي صغير وجبته. كيما راكم تشوفوا هنا راهي الحريره تاعي شوفوا كيفاش رستلها هنا شويه مسخون للامانه كانت ثقيله بزاف باش ندير لها هذيك الفارينه اللي لازم نديروا لها هذيك الفارينه فزدت لها شويه تاع المسخون كيما راكم تشوفوا. وحوزت لها هذوك الفتات تاع الدجاج هذاك اللي فتته بيدي جات بنينه صدقوني واحد البنه يعني ماهيش صوص ولا يعني ما تطلعش على زعما بعد الفطور كاين اللي هكا ساعات تطلع له الجاير ولا الحريق ولا هذه بالعكس شغل كيما روعه ما شاء الله. شغل تاكلي وما كليتيش يعني ما تاكليها وما تخافيش منها خاصه اللي يسفريو من الاستوما تاعهم في رمضان يسفريو من الماكله هذه كي تاكليها شغل تمسح على القلب صدقوني. يعني نهضر لكم بكل صراحه وبكل نيه راني نهضر بصراحه تامه. هذه هي كيما شفتوني هنا شللت هذاك البول اللي كنت رحيتها فيه وهنا جست ما بدات شويه تسخن لي القدره نتاعي خلطت هذاك الخليط كيما راكم تشوفوا هنا وهاي لكم العصره تاع القارص اللي درتها لها. جات فيها بنه واحد البنه بين حريره هاي باينه يعني كيفاش راح تجي حريره تهبل ماشي بويون البنات كاين اللي يفهموها هنا بويون هذه ماهيش بويون. البويون وحده لاصوب تاع الخضره هذيك وحدها والحريره وحدها. هذه الحريره التلمسانيه نقول لهم يعطيكم الصحه في هذا الانجاز العظيم اللي ديروه. حريره ما شاء الله عليها الله يبارك. عندي قرن تاع فلفل حار من الكونجيلاتور تاع الصيف هذا مخبياته البنات اني نشم في الروايح هذيك اللي تعبق. هنا فقط حبيبتي نسيت عود قرفه ديروه من الاول اللي يحب نكهه القرفه انا نحبها ولكن كاين اللي ما يحبوهاش عندي في الدار فما حبيتش نديروه من الاول. واش درت واحد طريف صغير بعد ما طابت وخلاص هنا ودرت لها كلش راح ندير لها هذاك العود تاع القرفه. يمكن حكمته في لاكام يمكن لا الله اعلم. المهم واحد العويد تاع قرفه طرف صغير على الاخر اعطاني القو وما عطاليش القو شغل اللي ما يفيقش ما يفيق لهاش حقيقة يعني تقدري ما تفيقش نهائيا بصح يزيد فيها بنة خاصة يعطيها واحدة النكهة رائعة. القرفة زيدوه مع الاول اللي يحبوا نكهة القرفة عادي واللي ما عندهم حاجة فيها يديروا كما انا والا يقدروا يستغناو عليها نهائيا كيما درت انا درت طريف صغير. هنا كان طابت القدرة نتاعي اطفيت عليها النار وخليتها ترتاح حتى الوقت الفطور باذن الله. هنا واش عندي كاس تاع الحليب دافي. واش رايحه ندير هنا
راح ندير خبيزة فارسي، ولا خبز باغيت فارسي. عندي العجينة كيما عجينة تاع لي سوفلي ولا كيما العجينة تاع البيتزا عادي نورمال. واش عندي فيها؟ عندي زيت زيتون، حوالي 2 مغارف تاع زيت زيتون، تقدر تستبدليهم بالزيت المائدة عادي. عندي مغرفة تاع السكر ومغرفة تاع خميرة تاع الخبز والكاس تاع الحليب، ونخلط كلش مع بعضه. وراح ندير له بياض البيضه. البيضه هذاك نديرو اضافه من عندي، يعني ماهيش لازم يديروه الناس. انا ندير بياض البيضه. وعلاش؟ على خاطر راح كيما نقولوا حنا الصفا راح ندهن به، فنستغل هذاك البيض في العجينه، ما يزيد ما ينقص في العجينه، بالعكس راح يعطيها فيتامين يعني. كيما شفتوا هنا درت الفرينه نتاعي، لميت العجينه نتاعي عادي كيما نلمو العجينه تاع البيتزا، العجينه تاع لي سوفلي عادي. هنا الحشوه البنات درت خفيف ظريف فقط. هنا واش عندي 2 حبات بيض غليتهم وقطعتهم مرصوات ولا كاريات. عندي نص شويه تاع المعدنوس على حسب الرغبه. عندي شويه تاع زيتون قطعته ايفيلي هكاك. وعندي 2 حبات بيض كسرتهم. والفرماج شخشخيها بالفرماج اللي عندك، فرماج طري، فرماج رابي، الفرامج اللي عندك حطيهم، هي تقبل الفرامج، ما تقولش لا لا. هذا ما كان شويه ملح شويه فلفل الكحل. هذا ما درت فيها. كاين اللي يديروا فيها البطاطا مقليه ولا المغليه، انا ما حبيتهاش باسكو راح تجيني ثقيله بزاف. عندي العجينه تاعي هنا درت لي 2 باغيت، يعني كاس تاع الحليب يخرج لك 2 خبزات فارسي، 2 خبزات محشيين. وهذيك الخليط 2 حبات بيض مغليين مع 2 حبات بيض ماشي طايبين، يعني نكسرهم في الخليط هذاك يحشيو لك ولا يعمروا لك 2 خبزات. يعني كيما راك تشوفي العجينه هذه قسمتها على 2. آم، هذه هي خياتي. العجينه كانت شويه مرخوفه، لازم نخليوها شويه مرخوفه باش تجينا طريه. هذا ما كان باش الخبز نتاعنا يجينا خفيف وهشوش. كي نبسو ديما العجينه نتاعنا مش راح تعطينا نفس عفوا النتيجه. كاينه ثاني هاد الخبزه فارسي نديرها بمكونات في العجينه في لاباط، يعني نبسس العجينه، نبسسها كيما لاباط صابلي. ندير فيها نص كاس تاع زيت كامل ونبسس مليح هذيك الفرينه، باش عاد نزيد شويه تاع الخميره تاع الكاطو، ونزيد له شويه فقط الخميره تاع رشه فقط من خميره الخبز. هذه العجينه الدوزيام نحكيش خطره ونجربها ثاني معاكم. بون خليكم مع هذه، من خلط لكمش المعلومات. هذا مكان ان شاء الله الا لحقتوا لهذه المرحله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش في لايك او تعليق بدياتكم الملاح. هذا مكان خياتي. هنا نحلوها رقيقه للماكسيموم، يعني واش تقدري تحليها حليها، ما تخافيش منها باسكو راي فيها الخميره تاع الخبز، وفي نفس الوقت راح نروليوها. فهمتوني؟ والرولاج درك راهم يروليو الخبز يعني كامل الناس راهم يديروا في الخبز فارسي، وكل وحده كيفاش التزيين تاعها، طريقه التزيين. كاين اللي يدير ضفيره، كاين اللي يدير اصابع، كاين اللي يخليها خبزه سامبل فقط هكا كيدورها فقط ويدهنها ويرش عليها شويه سانوج. كل واحد كاين اللي تقدري ديري مخبيزات كيما حبيتي. حنا برك نبدلوا الاشكال وكل وحده وذوقها، ولا كل وحده واش تعرف تدير. هذا ما كان نبدلو. وهنا ما نديرش انا نهار اللي ندير هذه ما نديرش البورك في الطابله، يعني هذا يكون في بلاصه البورك. نغيروا شويه من البورك المقلي، البورك المحشي بالبطاطا والفيونداشي، البورك فهمتوني، يعني نبدلوا شويه. هذا ما كان. هنا فقط خياتي كي تحلوها سيو حلوها رايحه شويه للكاري. فهمتوني؟ المستطيلة عفوا، العجينة تاعكم تكون رايحة شوية للمستطيل. هذا مكان. أنا هنا راني حليتها هكاك برك. بصح نتوما حلوها شغل رايحة شوية مستطيل. والحشو شخشخوا شوية، ما تشحوش في الحشو، خاصة الفرماج. ديروا لها الفرماج مع البيض مغلي. درت لها شويه كركم هنايا مع الفلفل الكحل والملح كي راكم تشوفوا في اللون الاصفر هذاك. انا نحب بزاف الكركمه، تعجبني بزاف. وقليت عفوا هنا خياتي راني درت البيض نورمالمون، ودرت معاها الصدر تاع الدجاج. ماشي صدر يعني كامل ولا فتات، فقط طرف هكا من صدر الدجاج، حوالي ربع قل من ربع من صدر الدجاج. فقليته شويه مع البصل وشويه تاع الثوم، ومن بعد درت البيض المغلي نتاعي ودرت الحوايج الباقيين. هنا البنات واش راح ندير شرائط الحشوه، يعني وانتي وحبيتي تقدري ديري حتى السلق مع شويه تاع السلق مع شويه تاع الدجاج، ولا السلق مع الفرماج، السلق مع البطاطا مقليه، راح يعطيك نكهه او لبنه رائعه جدا. شوفوا هنا خياتي راح ندير شرائط كيما راكم تشوفوا، ونحكم كل 3 شرائط. ما كاش مرا ما تعرفش تضفر، هيا هنا نخدمكم اضفروا.
تضفري نورمال عادي كي راكي تضفري في شعر بنتك ولا شعرك ولا تضفري عادي هذيك الشرائط هذيك كل 3 تحكمي مع بعضهم وتضفريهم كيما راكم تشوفوا معايا هنا، وتحطوها إلا حبيتوا هاد العفسة، إلا ما حبيتوش تقدروا تخلوها سامبل، الشكل يرجع ليك فقط كتغيير. هذا مكان هاد النوع من الضفائر تاع الخبز هكا راهم متداول في القنوات في اليوتيوب في الفيسبوك، يعني راهم يدوروا هذا الشكل هذا الجميل الرائع. يعجبني بزاف ما نكذبش عليكم، جاء شباب ما شاء الله. انا اول مره جربته وعجبني حقيقه كيما راكم تشوفوا هنا معايا. هاي لكم الخبزه نتاعي بعد ما درت لها الضفيره، اضفرتهم وبعد دهنتهم بصفار تاع الحبه تاع البيض اللي خليته هذاك، ورشيت عليهم شويه تاع جلجلان، ترشي عليه مش تحبي نتيا ولا تخليهم حتى هكذاك مش مشكل. وكيما راكم تشوفوا دوك تشوفوهم معايا هنا كيفاش راهم طيبين وخرجوا ما شاء الله عليهم. هاملك هنا بعد ما طابوا وحده درت لها ضفائر وحده خليتهم اشرطه فقط حطيتهم فوق بعضها. هنا كانت سخونه بزاف والمغرب اذن عليا. واش راح ندير؟ راني نوري لكم فيها هكاك مازالت مقرمشه. هي من الاحسن تخليها واحد 5 دقائق هكاك، تغطيها وتخليها 5 دقائق وبعد عاد تقدميها باش تجي طريه هي هكاك. وشوفوا راهي الله يبارك عليها، جات ما شاء الله، جات فارغه ما جاتش معجنه من الداخل، جات غير لافارس وحدها، جات ولا اروع. هنا راح تشوفوا معايا الحريره نتاعي كيفاش جات البنات. شوفوا هذيك الحريره كيفاش جات، حريره وعليها الكلام، والله حريره عراسي ما شاء الله عليها. نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو. الى الملتقى حبيباتي وشهيه طيبه للجميع. ان شاء الله يا ربي ما تنسونيش في كومنتار وجام، وتهلاو في رواحكم. الى الملتقى، مع السلامه.